عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم من جديد. عندنا موضوع اليوم يختص عن كيفية تعرف الماء المقطر الذي يحتوي على مخدر زيلوكاين. يعني الماء المقطر هسه هذا نفترض أنه ماء مقطر، هذا مكتوب عليه ووتر يعني ماء مقطر أو ماء. تجي تقرأ الكتابات اللي عليه. إذا تريد تعرف عليه مكتوب ليدوكاين يعني اللي هي هاي الكتابة تحفظها، هذه إذا كانت موجودة معناتها هذا المي يحتوي على مخدر اللي هو ليدوكاين. طبعا أكثر النسبة ينطوها 2%، يعني النسبة اللي كتبها يعني أكثر النسبة اللي ينطوها، ما هي أقل احتمال 1%. والليدوكاين اختصاصا هو عضلي، يعني ماكو وريدي نهائيا، ما مذكور إنه اكو زيلوكاين اللي هو هذا. خلينا نقول هسه مثلا، بس هذا زيلوكاين. هذا ايش مكتوب هنا اذا تقدر تشوفها؟ مكتوب ليدوكاين، يعني هذا هو عضلي، ما كاتبين لك ذيال. ليدوكاين يعني هذا مخدر. النسبة مالته طبعا مذكورة هي هاي هنا، اوروكاين 2%. هي اكثر شيء النسب يعطوها 2%. فتجي تقرا مثلا يجيك نوبات ماء مقطر بهاي الطريقة، يجيك على شكل بلاستيك دروبات، يعني دروب يسموها، زين. فتجيك هذه ما بيها، تجي هاي تقراها مثلا بيها، تشوف الكتابات ما بيها، تجي هاي تقراها بيها ما بيها. نوبات ما تلقى الكتابة ما موجودة، لو ممسوحة لو شيء. انا منطيك يعني انت اول فقرة هو انت لازم تقرا تاريخ الاصدار وتاريخ الاكسباير مالته. يعني الاكسباير اذا لقيته منتهي هاي لا تستعمله الزيلوكاين، لانه هو يتحول الى مادة سمية، يعني خليها ببالك فلا تستعمل. اذا لقيته اكسباير لا تستعمله، لا تجازف فيه. اما تريد تعرفه اذا ما بي كتابه، يعني مثلا الكتابه ما واضحه ما شفتها تريد تعرفه، فعندك تقدر تفتح الانبوله. يعني هسه خلينا نفتح هاي الانبوله. تفتح هاي الانبوله بهاي الطريقه، هو خلي على ايدك بهاي الطريقه شويه، خليها على ايدك وتتذوقها بلسانك، ما تبلع اقول لك، يعني بس تتذوقها وتنتظر في الدقيقه. يعني وهاي الدقيقه راح تهيس اكو خدر بلسانك يصير، لانه هو الوحيد بمنطقه اللسان، يعني اذا تحط على ايدك ما يبين على اللسان تهيس لسانك بخدر، فمعناته انه هذا زيلوكاين مخدر. اما اذا ما بي ماخذ لسانك يعني ما بي، واذا مكتوب عليه ليدوكاين يعني بي، ما مكتوب عليه يعني ما بي. هاي فقره انت تحفظها. اما نجي هنا طريقه استعماله. بالنسبه لزرق الاوبر، عندك هاي ابره سرنجه، تريد تسحب وتزرق. تسحب ايش قد؟ شوف هسه انا دخلتها، شوف تسحب 10 واحد، باوع 10 واحد تسحب، وتجي تسحب الماء المقطر ايضا. السحبه ايش قد؟ النسبه اللي تسحبها، سحبت خلينا نقول 4 سيسي، او هي العلبه كلها 5 سيسي، سحبت 5 سيسي، زين. تجي النوبه تضيفها بالفياله، تضيفها بالفياله وتزرقها، تخبطها وتسحب. طبعا هاي تبقى بها وتسحبها وتزرقها. بس هنا ايش راح تسوي لما تزرق بالعضله؟ لازم تسحب، شرط تكون تجيك فقاعه، يعني لما تسحب تجيك فقاعه بهاي الصوره تقدر تضربها. اذا اجتك ما اجتك فقاعه جاك دم معناتها بالوريد، فما يصير تزرقها، لازم تغير مكان ضربه لان نعتبره بالوريد. والزيلوكاين ما ينضرب بالوريد لانه يخدر القلب، اذا راح للقلب يعني يؤدي الى وفاه الانسان، يعني ابسط حاله، او تلف بعض انسجه الدماغ، فما يصير تزرقها، لازم تغير مكانها. اما بالوريد نهائيا الزيلوكاين ما ينعطى بالوريد، هم ما تخليها ببالك، يعني هذني معلومات انت لازم تحتفظ بيها. اما هي كتابه الليدوكاين او الزيلوكاين هي هاي بالعربي، تلقاها بالانجليزي. اي علبه او انبوله تقراها عليها معناتها هذا مخدر، زين. اما الابر تجيك نوبات الابر الامبول، خلينا نقول ديجادرون او الفورتارين او اي انبوله يعني مي. انت اذا تريد تنطيها مي مخدر، تشوف الماء تخطه وتضيف عليه. اذا صارت عندك النسبة اكثر من الانبول، يعني انت خربتها وسببت هذا يعني تلفها،
فانت شو تسوي بهاي الحاله؟ لازم تسحب وتنطي بس راس النيدل، يعني مو مثل هاي سحبت عشر ليش بس راس، يعني بس ترس النيدل هذا. وتسحب الانبوله يعني اول مره تسحب الانبوله بالمناسبه، يعني تسحب الانبوله خلينا نقول الديكادرون، تسحب الديكادرون وتسحب بس راس النيدل وتروح تزرقها، لان اذا سحبتها نوبات عندك الفولتارين ينخبط ويا يتفاعل فما يصير تضيف عليه نهائيا، يصير ابيض. باقي الامبولات قويات كلش مثل بي 12 مثل القويات كلش تقدر تضيف عليها، بس شنو يعني ماده بسيطه جدا لان هذنيش قويات. من كل ما تزود ماده المخدر كل ما يضعف مفعول الدواء اللي داخل الانبوله. اما البيالات نفس الوضع، يعني تعطيها 10 او 20 مو اكثر، هي راح تتفاعل اوتوماتيكيا وتاخذ اللي الزرقاء على مود ما ياثر عليه ويخدر لك المنطقه. وبالنسبه كوبر مثل روكسير غير روكسير، يعني اقول لك لو تعطي يمكن 5 سيسيات يلا يجوز يقاوم انها ما توجع الابره، وما اعطيتها 2 أو 1 لا تبقى توجعه بس يخف شويه منها. فهذه اللي معلومه تفيد. لهنا وانهي وياكم الحلقه، وان شاء الله استفاديتم من هذه المعلومه، واذا في شيء نزلوا لي بالتعليقات انا اقدر اجاوبكم عليه. لهنا وانهي وياكم الحلقه، وما عليكم الا ان تضيفون اللايكات وتسوون اشتراك بالقناه وتسوون شير للفيديو حتى يستفادون منه اكثر ناس.